ودلوقتي قولوا لي، هل ممكن بعد 6 سنين اقدر اعتمد على بلندر اكتر من سينما 4 دي؟ في البداية بس حابب أقول الفيديو ده مش توتوريال، ومش الهدف خالص منه المقارنة ما بين سينما 4 دي وبلندر. مش بنقول مين أحسن من التاني، ومش بنقول المفروض تستخدم إيه. في الأول في الآخر البرامج أدوات، وكل واحد بيستخدم البرنامج اللي يريحه أو اللي هيطلع منه شغل كويس. طيب، فالسؤال دلوقتي اللي ممكن أتسأل، ليه لحد النهاردة لسه بتستخدم برنامج سينما 4 دي في الوقت اللي احنا عندنا فيه بلندر برنامج سهل وفري، وليه توتوريالز كتيرة وليه كورسات كتير، وبقى في عدد كتير بيستخدم؟ في الحقيقه جبت السؤال ده احنا ممكن نجاوب بطريقتين، بعيدا اصلا عن ان سينما 4 دي هو الستاندرد ال 3 دي موشن جرافيكس. ده الشغل بتاعنا، انا بشتغل 3 دي موشن جرافيكس. بس خلينا نجاوب السؤال ده من اتجاهين معينين يعني. النقطه الاولانيه او الاتجاه الاول من منظور واحد هو لسه ما بيتعلمش اي حاجه، ما عندوش اي برامج، وقرر ان هو يتعلم برنامج. فكان دلوقتي كان قدامي سينما 4 دي وكان قدامي بلندر. طبعا في الوقت اللي انا اتعلمت فيه بلندر ما كانش لسه وصل لمرحله النضج بتاعت النهارده دي. بلندر ما وصلش للمرحله دي الا من بدايه فيرجن 2.8 تقريبا. الكلام ده كان سنه 2019. فلما ابتديت اتعلم سينما 4 دي، لا، البرنامج كان اسهل كتير وكان ليه بارامترز تقدر تتحكم في كل حاجه يعني. تمام، ده المنظور الاولاني، وهناخد امثله دلوقتي. المنظور التاني بقى، اللي خلاص واحد شغال بقاله فتره وقرر ان هو يعمل الموف دي، او ان هو يدخل بلندر في شغل اكتر. فكان بتحصل، لا، الموضوع مش اسهل حاجه ومش اسلس حاجه. فتعالوا نشوف، او تعالوا ناخد مثال على ده. طبعا الكلام ده هيفرق مع لو حد جرب الاتنين. لو حد التجربه الاولى بتاعته بلندر، كل الكلام ده بالنسبه له هيبقى مش هيبقى واقعي قوي يعني. طيب تعالوا هنا، لو انا جيت دلوقتي فتحت مثلا سينما 4 دي وبداية خالص، انا دلوقتي واحد لسه هتعلم برنامج 3 دي في البداية خالص، فجيت دلوقتي هنزل كيوب بالشكل ده. فهنلاقي ان انا هنا عندي الكيوب، وعندي هنا البارامترز بتاعتي ان انا اقدر اتحكم في السايز بتاعه. اي اوبجكت بقى هنزله. تعالوا مثلا ناخد مثال على السلندرز. هتلاقي انا عندي هنا بارامترز، عندي الراديوس والهايت، وعندي كمان ان انا اقدر، لو انا شفت مثلا جبت السيجمنتس بتاعته هنا، اقدر اتحكم في الدايركشن بتاعه. الموضوع سلس جدا، مفيهوش اي حاجه صعبه. تمام. طيب تعالوا نعمل نفس الحاجه دي بس على بلندر. لو انا جيت هنا فتحت بلندر، اول حاجه ايه؟ انا رايح فين؟ تمام ماشي، ما عندناش مشكله خالص، اكيد مش هنقف عند النقط دي. ما عنديش مثلا هنا يو اي فيها الجيومتريز، لا، الموضوع مش شكله يبدو غريب بالنسبة لحد عنده تجربة أولى. لو حد ده أول مرة يشوفه، الكلام اللي أنا بقوله ده هيبقى بالنسبة له عادي جدا. فخلاص تمام، هندوس شيفت ايه، وهنجيب سلندر هنا. هنلاقي هنا الراجل كتر خيره اهو، عندي هنا بارامترز انا اتحكم فيها. طبعا عندي اهو الراديوس بتاعه، واللي هو الفيرتيسيز بتاعته اللي هي السيجمنتس داير ما يدور. عندي الراديوس، واخر حاجه الهايت. طيب استقريت على الشكل ده. اول ما هضغط شكرا، مش هقدر ان انا اغير في ده تاني الا لو غيرت في السايز بتاع السلندر. وطبعا دي معلومة يعني المفروض لو حد شغال بقاله فترة هيعرف ان في فرق كبير جدا ما بين السايز والسكيل، لان انا هنا محتاج اعمل ابلاي ترانسفورم عشان ارجع السكيل. وطبعا بالنسبة لحد بداية، لا، الموضوع مش سلس خالص يعني. تمام، دي النقطة الأولانية. النقطة التانية، ودي نقطة مهمة جدا 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 بالنسبة لحد شغال موشن ديزاينر أو في الموشن جرافيكس، إن أنا عندي حركة. احنا مش عايزين نهمل الموضوع ده خالص. إن أنا لو جيت دلوقتي، أنا لو فلنفترض إن أنا جيت، تعالوا نرجع دي كده، نرجع دي كده أهو. لو قلت أنا دلوقتي عايز، نفترض إن السلندر دي بتكبر، أنا بتكلم في حاجات بيزكس خالص يعني. فكل اللي أنا هعمله إن أنا أهو هايت، ومثلا بتصغر او بتكبر ايا كان اهو. فاهو الموضوع ببساطه خالص، انا اقدر احرك دي. تمام. هنا مش هتلاقوا الموضوع خلاص، انا ما عنديش بارامترز اتحكم فيه. تمام. فده اول مشكله او اول مثال. تعالوا ناخد مثال تاني بشكل عملي اكتر. وده خلينا نقول ان ده مشهد من بروجكت انا خلصته، او ممكن ابقى اسيب لكم
اللينك بتاعه لو حابين تتفرجوا عليه يعني. لو عندنا مثلا حاجه زي كده، طبعا حاطط الواير فريم، مش عايز احط الريندرز بس عشان فكره الكوبي رايتس وكده. ده يو اي مثلا الموبايل، وانا عندي كده كأن مثلا في تشاتنج بيحصل ما بين اتنين. فمش هنتكلم عن المشهد كله، خلينا نتكلم بس على وليكن حركة البابل اللي بتطلع اللي بيتكتب فيها الشات دي. طيب لو انا حبيت اعمل ده، كل اللي انا هعمله لو انا على سينما 4 دي، فاول حاجة ان انا هجيب مثلا حاجة زي الريكتانجل ده. تمام. بعدين هلاقي هنا عندي اوبشن اسمه راوندنج. لو انا هنا غيرت، نفترض ده شكل كده، فانا عندي برضو اقدر اعمل كي فريمز ده بحيث انها تبقى تكبر كده، واقدر كمان اخلي السنتر بتاع الحركه ما يبقاش في البيفوتس ما تبقاش في السنتر، اقدر اخليها هنا. طيب هو ده سبلاين، لو انا عايز اديله الكتله بتاعته، فكل اللي انا هعمله ان انا اجيب اكسترود واحط ريكتانجل جوه الاكسترود كده. اقدر اقف على الاكسترود واغير السمك بتاع البابل بتاعتي او اليو اي بتاعتي دي. فانا عندي هنا ادي بارامتر 2 3 والاكسترود 4، والموضوع سلس جدا لدرجة ان انا ممكن اصلا حتى احط دول هنا في الفيو بورت واقدر اتحكم فيهم. طيب نفس المثال ده لو حبيت بقى اجربه في بلندر، تعالوا نيجي هنا وتعالوا بقى لو انا دوست شيفت ايه عشان اجيب الكيرفز بتاعتي. طبعا في كيرفز هنا اصلا هي مش هتظهر غير لما انا بفتح ادون اسمه اكسترا ميشز او حاجه تقريبا كده. ما عنديش بقى فكره ان انا اللي انا عملته هناك. يعني انا لو جيت هنا دلوقتي اخترت مثلا حاجه شبه ريكتانجل اهو، بس ده فيل، في واحد تاني من غير فيل، بس برضو احنا اتفقنا ان انا الموضوع مش بالسلاسه بتاعي. تمام. طيب هل في حل تاني؟ اه طبعا في حل تاني. ودي الحاجه من الحاجات المميزه قوي في بلندر، فكره الجيومتري نودز، ان انا ممكن اجي هنا على الجيومتري نودز. طبعا محتاج انزل في الاول شيب كده اهو، هشيل ده. فالموضوع في البدايه خالص ان انا هاجي على الكيرفز بريمتيفز واجيب الكواد ده. طبعا لما بوصل ده كده على طول اهو بقى عندي زي سبلاين زي اللي هناك، وده عندي ويدث وعندي هايت، بس ما عنديش راوند. فطبعا عشان اعمل راوندنج محتاج ان انا انزل نود اسمها فيلت كيرف وازودها هنا. هتبتدي الكيرفات تظهر لي بالشكل ده. ممكن اخلي بولي اهو، واقدر ان انا اظبط هنا الكيرف ده البارامتر اللي هو بتاع الكيرف. ممكن اعمل طبعا ليميت هنا عشان ايه ما يزيدش، بس مازال ده لاين ملوش كتله. فالكونسبت بقى بتاع الاكسترود اللي احنا عملناه هناك، طبعا عشان اكمل نفس الفكره فهضطر ان انا اجي انزل نود جديده اسمها فيل كيرف. انزل فيل كيرف عشان يبقى يا دوبك ان هو يتحول من كيرف ل بوليجونز. تمام. ممكن اخلي ده انجون بس ملوش سمك، اضطر ان انا انزل نود جديده، انزل اكسترود بقى، اكسترود مش واحط ده هنا. فهيبتدي اهو وصلنا ان انا اقدر اعمل الاكسترود. بس المفاجاه بقى دلوقتي ان انا لو جيت بصيت من تحت هتلاقوا ان الكاب دي مش مقفوله وما عنديش اوبشن ان اقفلها. فبنضطر بقى ان احنا نمرج اصلا ده. يعني انا لو جيت عملت ميوت لده كده، فانا محتاج امرج ده مع ده. فهعمل ايه؟ هاجي او منزل والتالتة ايه بقى؟ 1 2 3 5، اسميها جوين جيومتري، واوصل بقى ده بده كده، فالاقي ان هو قفل لي دي بالشكل ده. فبس الموضوع دلوقتي ظاهريا يبدو ان هو مظبوط، بس هو مش مظبوط برضه. ليه بقى؟ لان انا لو جيت دلوقتي ظهرت الواير فريم والفيس اورينتيشن ده، الفيس ده كده مش مظبوط. الفيس ده كده النورمالز بتاعته باصه لجوه، فدي كده مشكله. فلازم ان الفيس ده يتقلب. فهيتقلب بقى حاجه من الاثنين، يا اما في نود بتقلب النورمالز وانا ما اعرفش ده موجود ولا لا، لسه مش بقالي مش بستخدم بلندر بقالي كتير. يا اما في حل تاني سهل جدا ان انا مثلا انزل نود تانية كده اسمها ترانسفورم، واقوم حاطط دي هنا واقلب مثلا ده كده اهو 180 درجه كده. تمام. فهنا بقى عندي الشكل ده. طيب هل عندي اوبشن ان انا يبقى عندي بارامترز بقى ان انا مش كل شويه اقعد اتحكم في كل نود؟ ممكن هنا
اوصل ادي الويدث، انا محتاج الويدث ومحتاج الهايت ومحتاج الراديوس ومحتاج السمك بتاع الاكسترود. فانا بقى عندي زي جيومتري نود كده صغيره فيها ادي الويدث وادي الهايت وادي الراديوس وادي السمك. طبعا عايز ازود ماتيريال، بزود نود جديده اسمها set ماتيريال، احط دي هنا عشان لو عندي ماتيريال معينه احطها. فاحنا وصلنا في كلا الحالتين البرامج بتعمل نفس الحاجات، بس احنا هناك يعني انتوا بصوا هنا احنا خدنا كام ستيب والموضوع بالنسبه لحد مش شغال بقاله كتير الموضوع سهل. يعني هنا الموضوع هو طبعا اقوى، بس تعالى بص لو احنا بقى شغالين في بروجكت الوقت بيفرق بالنسبه لنا. طيب الحل ايه؟ يعني عايز اقول ايه في الاخر؟ طبعا دول كده مثالين، المثال الاولاني بتاع السلندر او البريمتيفز بصفه عامه، والمثال التاني بتاع ان انا عندي سبلاينز مثلا جيومتريز. طبعا لسه ما اتكلمناش على المجراف، ما اتكلمناش على كل الحاجات دي. فده اللي كان بيكتف الواحد لما يجي يشتغل لحد ما عارفين بقى اللمبه اللي بتيجي تنور دي. بلندر عنده ميزه حلوه قوي مش موجوده في سينما 4 دي، الا وهو ان هو برنامج اوبن سورس. وخلونا نقف في لحظه كده عند مصطلح اوبن سورس، لان اوبن سورس مش في زي فهم شائع كده مش مظبوط قوي ان اوبن سورس معناها فري. هو مش بالضروره، او مش اوبن سورس مش معناه ان هو فري، هو فري، بس اوبن سورس معناها ان البرنامج ده الكود بتاعه بشكل ما معروف، وان انت تقدر تعدل عليه او تقدر تضيف عليه فيتشرز اصلا مش موجوده. وكانت هنا بقى ده التفكير بالنسبه لي او التفكير الجديد. تعالوا بقى نشيل دي كده دلوقتي، ان احنا ممكن نستفيد بقى من الكونسيبت بتاع الاوبن سورس ده ازاي. دلوقتي الاي اي منتشر جدا ومسهل حاجات كتير جدا. ف ايه اللي هيحصل لو فكرنا ان احنا ندمج بقى ما بين الاي اي وبلندر؟ يعني ايه الكلام ده؟ بلندر متبرمج بلغه بايثون. فطبعا انا لو دخلت على اي لانجوج موديل، شات جي بي تي بقى، ديب سيك، اي حاجه من الحاجات دي، اقدر استفيد من ده ازاي؟ تعالوا للمثال الاولاني بتاع السلندر. بعد شويه دعبسه قدرت ان انا اعمل مثلا حاجه زي ده. مش عايز اسميه ادون قوي، لسه في البدايه، لسه انا شغال عليه. بس لو جينا لمثلا مثال زي السلندر، فانا عندي قدرت ان انا زرار اضغط عليه ينزل لي سلندر، وانا حطيت بقى التحكمات بتاعتي. يعني انا اقدر دلوقتي اتحكم في الراديوس، اقدر اتحكم في الهايت، اقدر اتحكم في السيجمنتس، والهايت سيجمنتس اهي، واقدر اعمل فالت مثلا اهو اتحكم فيها. تمام. واقدر اغير في الاورينتيشن. هنا بقى الموضوع بقى ان انا قدرت اظبط الحاجه، يعني اظبط في البرنامج بالشكل اللي يخليني انا ابقى شغال وانا مرتاح. تمام. وفي نفس الوقت خلاص انا اقدر دلوقتي ان انا ادي كي فريمز اهو. بص كده اي كمان اهو اي، فاهو. بس موضوع بسيط جدا ولطيف جدا، دمه خفيف يعني. تمام. طيب تعالوا ناخد مثال تاني اللي هو الكيرف. انت طبعا لسه ما خلصتوش، لسه هنشتغل عليه اكتر. يعني ان شاء الله لو قدرنا ان احنا نعمله حاجة كاملة كده ننزله على بلندر ماركت ولا حاجة، ممكن الموضوع يبقى مفيد. طيب لو فتحنا السكريبتنج مثلا، طبعا انت هنا تقدر تكتب اي سكريبت. خلوني كده اضيف السكريبت بتاع سبلاين اللي احنا كنا لسه عاملينه من شوية. طيب انا ممكن اجي هنا واضيف السكريبت ده طبعا انا مش بروجرامر، الحاجات دي كلها سهل اي حد يعملها دلوقتي بالاي اي. فعملت ران للسكريبت. تعالوا نرجع كده للاي اوت العادي عشان محدش يتلخبط. فهتلاقي هنا السكريبت اهو بقى اسمه سبلاين، وعندي هنا اد ريكتانجل سبلاين. فاقدر ان انا اضيف هنا، طبعا لو وقفت عليه هيجيب لي السيتنجز بتاعته. بقى عندي نفس الحاجات اللي انا محتاجها بقى، اللي هو ادي السايز بتاع الاكس والواي، واقدر اتحكم في الكورنر او الراديوس بتاع الكورنرز، واقدر اعمل له اكسترود. طبعا يعني لو حولت ده ل 2 دي اقدر كمان اعمل له اكسترود وتحول او احول الاورينتيشن بتاعه. تمام. فبس كده يعني ده المختصر المفيد بتاع التجربه اللي عديت بيها. ان ممكن والله ممكن نستثمر شويه وقت اكتر، ممكن الموضوع يبقى نطلع منه بتجارب كويسه، ممكن يحل لنا مشاكل مش موجوده او مشاكل موجوده اصلا في سينما 4 دي. وبس كده، قولوا لي ايه رايكم في التجربه. ودلوقتي قولوا لي هل ممكن بعد 6 سنين اقدر اعتمد على بلندر اكتر من سينما 4 دي؟ مش عارف، خلونا نكتشف الايام الجايه.